سرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. فيا أيها الناس، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. الثالث حب الدنيا. الثالث حب الدنيا. قال نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. الرابع طول الأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: في حب الدنيا وطول الآمال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الخامس الحرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى من كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. السادس البخل. قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. السابع الكبر والغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الثامن حب المدح. التاسع الرياء. العاشر العجب، ثم العجلة وترك التثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ثم الشبع من الطعام، ثم الرفيق السوء، ثم الشهوة، شهوة البطن للطعام، وشهوة الفرج للجماع، وشهوة النفس للمال، ثم الحسد.